اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهارده بدون مقدمات ان شاء الله عن افضل 5 مباريات اتلعبت في تاريخ الدوري المصري. في مباريات منها من حيث الاداء اللي اتلعب والاهداف اللي اتسجلت جواها، وفي مباريات تانية اللي غيرت ظروف الدوري تماما. بس كالعاده قبل ما تبتدي الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نخش في الفيديو على طول. وخليني ابدا لك من اول مباراه واللي بصراحه مش حابب اتكلم عليها كتير، وهي مباراه ال6-1 ما بين الاهلي والزمالك في موسم 2002 2003. خليني اقول لك ان المباراه دي كان نجمها الاول والاخير وهو المدير الكوره الحالي لنادي الاهلي وهو خالد بيبو. خالد بيبو في المباراه دي دخل 4 تجوان او سوبر هاتريك، والفكره اللي معلم مع الناس لغايه دلوقتي وهو تعليق كابتن مدحت شلبي: بيبو وبشير، بيبو والجون. والموضوع ما وصلش لدرجه النتيجه ال6-1 بس، لا ده احنا بنعرف من الاعلام لاحد اللاعبين بيطلع يقول ان احنا دخلنا غرف خلع الملابس بعد ما كسبنا 6-1، بنلاقي مانويل جوزيه بيهزق اللعيبه وباللغه بتاعتنا كده اداهم دش سخن. يا عم مانويل جوزيه، انت مش مكفيك اللي انت غلبتنا في الديربي 6-1؟ لا ده كان بيزعق للعيبه جامد جدا، لدرجه ان هو قال لهم المباراه دي كانت ممكن تخلص بنتيجه اكتر من كده بكتير. والفكره ورغم اني زملكاوي يعني، فالماتش ده بصراحه كان ممكن يخش فيه جوان اكتر من 6 بكتير. وزي ما قلت لك في الاول يعني مش حابب اتكلم عن المباراه دي لان هي كانت مباراه كارثيه بكل ما تحمله الكلمه. واخيرا عشان اختم الموسم بتاع 2002 2003، فالزمالك هو اللي خده. يعني احنا ناخد حاجه وانتوا تكسبونا 6-1 واحنا خدنا الدوري. ودلوقتي نروح للماتش التاني اللي هو كان بصراحه من افضل 5 ماتشات في تاريخ الدوري المصري، وهو كان في موسم 2001 2002 ما بين الاسماعيلي والاهلي. الماتش ده خلص 4-4. وخليني اقول لك ان جوان النادي الاهلي اللي دخلها في وقتها احمد بلال دخل جون ومحمد فاروق دخل 3 اهداف. اما اللي دخل الجوان الاسماعيلي فهو كان عطيه صابر وعمرو فهيم واسلام الشاطر ومحمد بركات. الفكره في الماتش ان هو ما خلصش بس في المتعه بتاعته، لا ده كمان اختلف في جدول الترتيب. الفكره في الموضوع ان الاهلي والاسماعيلي كانوا متعادلين مع بعض بنفس النقط، فبعد كده الاهلي بيروح المحله وبيلاعب غزل المحله بيقدر ان هو يتعادل معاها، اما الاسماعيلي بيلاعب قنا وبيقدر ان هو يحقق الفوز. وبكده الاسماعيلي بيقدر يحقق بطوله الدوري عام 2001 2002. اما عن الماتش الثالث وهو الماتش المفضل لقلبي لان انا بصراحه كنت قاعد بتفرج عليه، وهو ماتش الزمالك ضد الاهلي ال3-3. الماتش على طول بيبدا مولع بهدف احمد جعفر في الدقيقه الثانيه، بيرد عليه عماد متعب في الدقيقه 17 بهدف التعادل للنادي الاهلي. بعد كده حسين ياسر المحمدي بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 24 لنادي الزمالك، بيرد عليه على طول عماد متعب في الدقيقه 47 بهدف التعادل للنادي الاهلي. الماتش ما بيخلصش بحلاوته، لا ده كمان عبد الشافي بيقدر ان هو يجيب الجون الثالث للنادي الزمالك في الدقيقه 79، وتيجي بقى الاثاره بهدف محمد بركات في الدقيقه 92. في واحده من امتع الماتشات اللي شفتها لنادي الزمالك ضد نادي الاهلي. وكمان الموضوع ما بيخلصش هنا بس، الفكره في الجون الثالث بتاع النادي الاهلي ان كان في لعيب من نادي الزمالك واقع، فلعيبه النادي الاهلي ما رضيتش ان هي تخرج الكوره يعني. فبنشوف بقى كابتن حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني وكان في 2010 المدير الفني لنادي الزمالك، بيروح ويهاجم مانويل جوزيه في مشهد اغلبيتنا طبعا شفناه وكنا مستغربين منه جدا. اما عن الماتش الرابع فهو في موسم 2003 2004 النادي الاهلي ضد انبي. وما تستغربش تقول لي ايه يعني الجمدان في الاهلي ضد انبي، اكيد الاهلي كسب. وهي الفكرة بقى في المباراة دي كان يوم 23 يوليو عام 2003 في يوم الجمعة. جماهير النادي الأهلي كانت مقفلة استاد المقاولين العرب، نظرا يعني ان دي اخر مباراة في الدوري وخلاص هيحتفلوا بقى بان هم فايزين بلقب الدوري. وفي نفس الوقت بالظبط كان الزمالك بيلعب مباراة الناحية التانية، وكان مطالب من نادي الزمالك ان هو يكسب ويستنى النادي الأهلي، لان في الوقت ده نادي الأهلي لو كان اتعادل او كسب انبي كان ضمن الفوز بالدوري. وللعلم نادي انبي كان لسه طالع من الدرجة التانية، فالامور للنادي الأهلي كانت اسهل بشكل كبير. ولكن يشاء القدر في الدقيقة 31 يدخل جون سيد عبد النعيم ويغير اتجاه الدوري من الجزيرة ل 100 عقبة. وحلاوة الماتش ما خلصتش من هنا بس، لا ده كمان لحظات الإثارة ان الزمالك اصلا كان كسب. وطبعا كلنا فاكرين صورة عبد المنصف وهو حاطط التسجيل على ودانه وبيسمع ماتش الأهلي. فبصراحة فرحة تاريخية للعيبة نادي الزمالك في وقتها وطبعا جماهير نادي الزمالك. اما عن الماتش الخامس والاخير فهو كان ماتش الزمالك ضد بيراميدز 3-3. معالم مستشار
تركي آل الشيخ كان لسه عامل نادي بيراميدز. طبعا ما يتوصاش في واحده من امتع التجارب الحقيقه اللي اتعملت في الدوري المصري، فكره ان مستثمر جديد يخش الدوري ويقدر ان هو يعمل فرقه ثالثه مع الاهلي والزمالك تقدر ان هي تنافس ومعاه فلوس تجيب اي لعيبه هي عايزاها. وبصراحه معالي المستشار كان عامل سكواد رهيب جدا لبيراميدز في الوقت ده. الماتش بيبدا سخن وفي الدقيقه الثامنه بيقدر فرجاني ساسي ان هو يدخل جون التقدم لنادي الزمالك، بيرد عليه على طول في الدقيقه 15 إيريك تراوري الهدف لنادي بيراميدز. في الدقيقه 37 بيدخل هدف التقدم لبيراميدز وهو كينو المحترف البرازيلي اللي انا شايفه لغايه دلوقتي هو افضل محترف جه في تاريخ الدوري المصري. قبل نهايه الشوط الاول بثلاث دقائق في الدقيقه 42 بيقدر محمود علاء يدخل هدف التعادل لنادي الزمالك. في الدقيقه 65 بيجي كورنر لنادي الزمالك وبيقدر فرجاني ساسي يدخل هدف التقدم في الدقيقه 65 زي ما قلت لك. وبعديها على طول بخمس دقائق بيجي طرد لنادي الزمالك لعبد الله جمعه، وهو ده بقى اللي بيحول الماتش تاني لبيراميدز اللي بيقدروا يجيبوا هدف التعادل في الدقيقه 85 للمهاجم عمر خربين. وبيخلص الماتش وبيراميدز في اول موسم ليها بتقدم لنا واحد من امتع الماتشات اللي شفناها في الدوري المصري مع نادي الزمالك. طبعا دي كانت حلقه النهارده لافضل 5 ماتشات اتلعبوا في تاريخ الدوري المصري. اتمنى ان انت في الكومنتات تقول لي ايه افضل ماتشات شفتها في تاريخ الدوري المصري. ما تنساش في الاخر تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. مواقع التواصل الاجتماعي هتظهر لك دلوقتي، خش واعمل لي فولو على جميع المواقع. شكرا.